السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ وتجارب مع مروة. اليوم راح نشارك معكم بسكوي رولي او سويس رول بطريقة سهلة وبسيطة، وراح نشارك معكم كامل الاسرار وما غاديش يدي لكم بزاف الوقت في نص ساعة وانتم حضرتوه. ما تنساوش باش تصلوا وتسلموا على رسول الله. تبعوا معايا المقادير. راح نبداو في الاول بالبسكوي. راح نحتاج فيه 4 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ مع قرصة نتاع ملح، وراح نحتاج 120 غرام من السكر و120 غرام من الفرينة. راح نعطيها لكم العبر بالملعقة. 5 مغارف كبار من السكر هي 120 غرام، يعني حتى اذا ما عندكمش الميزان ما كانش عذر تقدروا تخدموها عادي. ومن بعد نبداو نضربوا فيها. هنا لازم نضربوها حتى يولي الخليط ابيض. وكي نبداو نضربو في الجينواز تاعنا نبداو السرعه تدريجيا، يعني ماشي تمتم نطلعوها حدها، وماشي كي تشوفوا الخليط ولا صفر او تشوفوه طلع تحسبوا هذيك هي النتيجه. نزيدو نضربوه مليح حتى نتحصلوا على خليط ابيض. ولازم من الباتر في هذه المرحله ما تقدروش تخدموها بيديكم لانه راح تصعب عليكم العمليه بزاف. وباش نعرفوا بلي وصلنا للقوام نتستوها بهذه الطريقه، يعني نكتبوا على شكل 8 او اي رقم وما يختفيش تمتم، يعني يبقى شويه غادي يختفي. وراح نضيف عليها 2 مغارف كبار من الزيت. الدور نتاع الزيت راح يعطيها خفه. و2 مغارف كبار من الحليب. واذا ما كاش متوفر الحليب تقدروا ديروا الماء عادي، يعني راح تعطيكم نفس النتيجه. ونزيدو ندخلو كامل المكونات مع بعض، ومن بعد نبداو نضيفوه في الفرينة تدريجيا. الفرينة ايضا راح نحتاجو 120 غرام. وهنا راني صفيتها المرة الثانية، يعني ديجا سبق وصفيتها وراح نزيد نصفيها المرة الثانية. لازم تدخل فيها نسبة هواء كبيرة. ودائما نبداو نضيفوا الفرينة تدريجيا ونحاولوا نخلطوا بشوية، يعني انا راني مسرعة الفيديو على بها راها تبان لكم بسرعة. وما ضفت ليهاش الخميره كيميائيه. هذاك الفوليوم تاع البيض راح يكفي، هو اللي راح يزيدها كثافه. والفرينه دارت لي 6 مغارف كبار. راح نخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف. وتقدروا تخلطوا بالفوي ولا بالسباتيل، المهم تخلطوها من الفوق للتحت وبشويه، يعني ما نهودوا ليهاش كامل هذاك الهواء. دائما كي تخلطوها بشويه ما راحش يهود الفوليم. شوفوا دخلت فيها كامل الكميه نتاع الفرينه وقعد الفوليم كيما هو، يعني ما هودش. وراحين نديرو بابي كويسون في بلا اللي يدخل الفور، وراح نفرغ كامل الكميه اللي عندي. وراح نسوي السطح بلا سباتيل ولا بالملعقه هكا باش يطيب لي كامل في مستوى واحد، ما تجينيش جهه طالعه وجهه مهوده. وراني ديجا محميه الفرن قبل 5 دقائق ودخلوها طيب على 180 درجة. وإذا كان عندكم فرن عادي شعلوا لها من التحت ومن بعد تدي تحميرة خفيفة. والرولي طياب نتاعه في 10 دقائق، ما تزيدولهش اكثر من 10 دقائق. 7 دقائق لتحت و3 دقائق نحمروا فيه الجينواز تاعنا فقط، ومن بعد نتستوها بخدمي ولا كيغدون ونخلوها تدفى، لانه كي نخرجوها الخطره الاولى تحسوها راهي يابسه. نغطوها ونخلوا الحمى نتاعها راح تطرى وتولي تخدم في يديكم كما تبغوا. ومن جهة أخرى راح ندي كأس إلا ربع من الشونتيي مع كأس إلا ربع من الماء. هنا دايما حاولوا تنقصوا الماء شوية على الكمية نتاع الشونتيي هكا باش تجي متماسكة. والماء هنا يكون بارد، تقدروا تخلطوها بالحليب، لكم الاختيار. دائما نفضل الماء لأنه إذا قعدت مدة شوية طويلة ما راحش تضيع لينا وما راحش تخسر. ونخلطوها حتى تحصلوا على هذا القوام. هنا المقطع راح لي الوقت اللي كنت رولي فيه. هنا بغيت نتحصل فقط على الشكل. ديروا سربيته تكون شويه مشمخه وعصروها مليح ومن بعد رولوا عليها، ما راحش يتكسر لكم كاع، يعني شوفوا النتيجه راهي قدام عينيكم. ومن بعد اذا بغيتوها نتوما مشمخه ولا بغيتوها ناشفه لكم الاختيار، لانه اصلا كي درنا فيها الزيت ما تجيش ناشفه بزاف. انا بغيت نزيد نشمخها شويه، ضفت ليها نصف كاس من العصير البرتقال. تقدروا تخدموا السيرو عادي. كاس سكر في 2 كيسان ماء مع شريحة ليمون، وتخلوه يغلي حوالي 10 دقائق ومن بعد تخلوه يبرد وتسقوا به عادي الرولي تاعكم. وراح نضيف عليها طبقة من سوبر كريم او ديكوجيل، سبق وخدمته معكم، راح نخليه لكم في صندوق الوصف.
وتقدروا في هذه المرحله ديروا كونفيتور. قبل ما نخدم بسوبر كريم كنت ديجا حميته في الميكرووند، ولا تقدروا ديروا في طاوه وتخلوه يدفى، لانه راها فيها كميه من الفلون وفيها كميه من المايزينا، اكيد راح تتماسك. ماهيش مشكله يعني، دفوها شويه وخدموا بها عادي. ونزيد نضيف عليها كريمه الشانتيي، نحاول نعطيها سطح يكون املس. وهنا الكميه حاولوا ما تكتروش بزاف، وحاولوا ما تنقصوش، يعني ديروا كميه متوسطه، لانه اذا كترتوا بزاف كي تجوا ترولوه ما راح يعطيكم شكل رولي. ونبداو نشكلوا فيها عادي، يعني كي تبداو ترولوا فيها ما تخافوش منها، كل ما ترولوها قلعوا هذاك البابي كويسون وزيروها في الاطراف هكا باش نتحصلوا على شكل يكون شباب، ونخلوها من بعد تريح في الكونجيلاتور ولا في الثلاجه لتحت هكا باش تتماسك وتشد روحها. وهذه هي النتيجة من بعد ما تمسكت لينا. راح نضيف عليها كمية من الشونتيي، كأس إلا ربع راح يكفيكم كامل حتى الديكور راح يجيكم هداك هو. وهنا راح نعطيكم تدبيرة هكا باش يجيكم سطح أملس. حكموا أي بابي كويسون ولا بابي غيتار تخدموا به بهذه الطريقة باش يجيكم شكل مع بعض، يجي الشكل متساوي. بابي غيتار هذا يتباع عند لوازم الحلويات، جاي ورق شفاف. ونضيفوا عليه سوبر كريم اللي سبق وخدمناه مع بعض. راحين نخلوه حتى يتماسك شويه، ونبداو نقطعوا في الاطراف. انا هنا خيرت ديكور سامبل عادي، يعني درت دي غوزاس بالشونتيي، ولكم الاختيار، يعني تقدروا ديروا حبات نتاع لي فخاز، دائما التزيين يبقى اختياري. انا درت لي فايدور، وكانت عندي هاد الحلوى ديكوريت بها، والديكور دائما يبقى اختياري، ديروا واش تبغوا، ولا تقدروا تخلوها سامبل تاني تجي شابه، يعني كل واحد ويدير واش يبغي. ونزيدو نخلوه يبرد باش يتماسك لينا الكلاصاج. شوفوا كيفاش تحسبوه كلاصاج ميغوار، ولكن هو مخدوم في المنزل. على بالي كي تجربوه راح تعجبكم بزاف هاد الوصفه. يجي طري، يجي مثل محلات صدقوني. كاين بزاف اللي يبغوا يخدموا به مشاريع، هذه بعدا وحده تقدروا تخدموا بها. وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.